بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من التعليق على التبيان لمعاني الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الأربعاء 12 من شهر جمادى الأولى لعام 46 بعد 400 والألف من الهجرة. الحديث 18 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. ترجمة الصحابي: اسمه جندب بن جنادة، على الأصح اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، وهو أخو عمرو بن عبسة لأمه. قيل كان خامس 5 في الإسلام، ثم إنه رد إلى بلاد قومه فأقام بها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. فلما أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليه أبو ذر رضي الله عنه ولازمه وجاهد معه، وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وقال أبو الحسن المدائني: مات بالربذة، وصلى عليه ابن مسعود سنة 32، وقدم ابن مسعود المدينة فأقام 10 أيام، ثم مات بعد 10. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فهذا أبو ذر رضي الله عنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في إسلامه حديث طويل أخرجه البخاري، وفيه أنه أقام شهرا في مكة مختفيا يريد أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم كي يؤمن به، وظل في طول هذا الشهر لا يشرب إلا ماء زمزم ولا يأكل. قال: حتى تكسرت عكل بطني، أي سمنا من ماء زمزم فقط. وهذا يبين فضيلة ماء زمزم، أنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم، فقد يكتفي أحدهم بماء زمزم فقط عن الطعام بعض الأيام. هذا مما يخص ماء زمزم، من خصائص ماء زمزم أنه طعام طعم، وأنه شفاء، فيه شفاء، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. والشاهد أن أبا ذر آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استخفى في مكة عند الحرم، ولما رجع إلى قومه دعاهم إلى الإسلام فآمنوا. ودي من بركة أبي ذر. اسمه على المشهور جندب. أبو ذر هذه كنية اشتهر بها، وهناك من الصحابة من اشتهر بكنيته فقط، نحو أبي بكر اشتهر بكنيته، اختلف كذلك في اسمه وكذلك أبو ذر، وكذلك أبو هريرة، اختلف في اسم هريرة على عدة أقوال، تعدد 15 قولا تقريبا. والذي رجحنا أن اسمه عبد الرحمن، كذلك هنا أبو ذر، يعني الذي يترجح أن اسمه جندب. طيب، وأبو ذر على وجه الخصوص كان يجتهد في بعض المسائل التي لم يوافقه عليه أحد من الصحابة زهدا منه، فكان يميل إلى جانب الزهد الذي تعلق به من يدعي الزهد وليس من طريقة أبي ذر. فأبو ذر عند الاشتراكيين المعاصرين يعد إماما عندهم، أهل الاشتراكية الذين يدعون أن أبا ذر كان على مذهبهم، وهذا كذب على أبي ذر. لم يكن اشتراكيا أبدا، ولا عرف الاشتراكية ولم ينادي بها أبدا. ما معنى الاشتراكية؟ هي مسألة التسوية
بين جميع البشر في الأعطيات، فلا فرق بين غني وفقير. يعني يريدون أن يقوموا بإلغاء الفروق بين الغني والفقير، هكذا على الإطلاق. وهذا خلاف سنة الله في الواقع. ويدعون أن أبا ذر كان، أبو ذر لم يكن على ذلك، لا، إنما أبا ذر كان له اجتهاد في مسألة الزكاة، في فهم الآيات التي جاءت في كنز الذهب والفضة، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكان يعتبر أن كل من حاز يعني شيئا من المال يعني ذهب أو فضة على الإطلاق هكذا، فإنه عليه أن ينفق منه. لكن جمهور الصحابة وجمهور فقهاء الأمة يقولون أن هذا يقيد بالزكاة. فكما قال عبد الله بن عمر: ما أخرج زكاته فليس بكنز، فلا يدخل في الوعيد في هذه الآية. لكن أبا ذر اجتهد في هذا، مسألة الزكاة ومسألة حد الزكاة فقط. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما رأى أن فتوى أو اجتهاد أبي ذر هذا يؤثر، فطلب منه أن يتنحى بعيدا عن المدينة، يعني غلقا لباب الفتنة. وهذه من المآخذ التي أخذها الخوارج ومن جاء بعدهم على عثمان. وعثمان كان إماما مجتهدا ورأى المصلحة في هذا، ولذلك أبو ذر أطاعه، لم يخرج عليه ولم يقول له أنت ليس لك الحق أن تقول هذا، لا، أطاعه وانتقل إلى الربذة، ومات هناك في خلافة عثمان راضيا بأمر الخليفة، وإن كان يخالفه في الاجتهاد، اجتهد فأخطأ رضي الله عنه. فالذين يحملون أبا ذر ما لا يحتمله هؤلاء ما بين جاهل وبين صاحب هوى مبتدع، لا يعرف قيمة وقدر أبي ذر ولم يفهم كلام أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. طيب خلاص، قد نكتفي بهذا في التبيان، إن شاء الله ننتقل إلى المنهاج.